يا عم حرام عليك ليه بتعملوا كده؟ كلام يا عم. يا معلم رشاد ليه كده؟ اصبر عليا يومين بس. اسمي رشاد بيه، اسمي رشاد بيه. يا رشاد بيه ابوس ايدك ابوس ايدك، انا مراتي لسه جايبه جوز في بطن واحده، واحنا محتاجين الفلوس، محتاجين لكل قرش، وانت لو قفلت الدكانه ديت احنا هنضيع، وبعدين هلاقي شغلانه فين اليومين دول؟ طب وانا اعمل لك ايه؟ اعمل لك انا ايه؟ ما تروح تسرق ولا تشحت ان شاء الله، انا مالي. لا ما في ناس بتحب تاكلها بالحلال، لا ليها في السرقه ولا في الشحاته. خليك انت في حالك والنبي يا اخويا، لما تلاقي حد يتكلم في ملكه ما تتدخلش عشان ما تسمعش ما تكره. طب انا جاي اتكلم في ملكي يا رشاد، وبقول لك الراجل مش هيطلع من دكانه. خلاص يبقى تدفعي له انت، ما دام الحنيه مقطعه بعضيها معاكي ادفعي له انت، انما انا مش هتنازل عن نصيبي. هو انت من قدامي بوش ومن ورايا بوش تاني؟ احنا مش قلنا نرحم الناس في الايام دي؟ نرحم مين؟ هو ده يعرف الرحمه ولا يسمع عنها؟ قلت لك 100 مره قبل كده. اطلعي فوق يا راوي يلا. لا يا طه انا مش هطلع غير لما احل المشكله دي. لو انت ليك ايه عشان تقول لها اطلعي ولا انزلي؟ طب احنا اصحاب ملك بنتكلم، انت ايه اللي حشرك؟ بقول لك اطلعي فوق. ابوس ايدك يا طه افندي، خليه بس يصبر عليا يومين لحد ما اتصرف في الفلوس، انا عيالي هيموتوا من الجوع. مفيش حد هيموت من الجوع. انت عليك كام؟ انا عليا جنيه. اصل انا مش فاتحها سبيل، ما لو مشيناها كده يبقى دي شغلانه تاثر العمر. هو انت فاكر لما هتيجي على الخل ربنا يكرمك وهتبقى كبير السوق؟ طب ادي فلوسك يا رشاد اهي، ادي فلوسك، بس بص بقى حواليك، شوف حد من الناس دي كلها معاك؟ انت حسبتها غلط. لا انا حاسبها مظبوط ومرتبها مظبوط ومرتاح كده، واطلع انت منها بقى عشان تعمر. لا حول الله يا رب. احسبها بقى ورتبها براحتك، بس خليك فاكر انا قلتها لك قبل كده واقولها لك تاني، طول ما انا موجود اوعى تطمن يا رشاد. ربنا ينصرك على مين يعديك، ربنا يعلي مراتبك يا طه افندي. فينا على الظالم والمغترب. يلا يا ابني شوف اكل عيشك، يلا يلا كل واحد شوف شغله يا رجاله، يلا.